اللي في الصورة ده أحمد فؤاد، الشاب اللي كان عنده استعداد يعمل أي حاجة عشان بس يقدر إنه يتجوز حبيبته ويرضي أبوها، حتى لو الحاجة دي كانت اللعب بأرواح الناس. والخبر اتنشر في جريدة مصرية شهيرة سنة 1935. بتبدأ القصة في منطقة المسك التابعة لمحافظة القاهرة سنة 1934 مع أحمد فؤاد، واللي في الوقت ده كان عنده 24 سنة ومتخرج من مدرسة الطب والصيدلة من القلعة، واشتغل في صيدلية كبيرة أول ما اتخرج لأن ظروفه المادية ما كانتش تسمح إنه يعمل أجزخانة خاصة بيه. وعشان نفهم أحمد أكتر محتاجين نرجع سنتين لورا لسنة 1932 لما أحمد كان لسه متخرج من الكلية وكان نفسه يتجوز زينب بنت الحلاق اللي ساكنة معاه في نفس الحارة. زينب اللي كل شباب الحي كانوا بيتمنوا يسلموا عليها حتى، بس هي كانت معجبة بأحمد لأنه متعلم ومعاه شهادة كبيرة. وكان في قصة حب جمعتهم هما الاتنين من ساعة ما أحمد دخل الكلية، وكانت زينب بتعد الأيام اللي أحمد بيدرس فيها عشان أول ما يخلص يروح يتقدم لها ويبقوا سوا قدام الناس، لأن دي هي الحاجة الوحيدة اللي كانت معطلة موضوع جوازهم. وبعد ما خلص أحمد كليته كانت مشكلته الكبيرة والوحيدة أبو زينب عم محمود الحلاق، واللي لما أحمد راح يطلب إيد بنته بعد ما خلص الكلية طلب منه مهر 70 جنيه، واللي كان مبلغ كبير جدا في الزمن ده. وأحمد كان بياخد من الصيدلية اللي بيشتغل فيها 4 جنيه بس في الشهر، يعني محتاج أكتر من سنتين عشان يجمع المبلغ ده، وده لو ما صرفش عليه أو على والدته قرش واحد. لكن زينب فضلت تضغط عليه وتقول له إنه لو ما تصرفش في أسرع وقت أبوها هيروح يجوزها لأي حد تاني، وما كانش أحمد عارف ممكن يتصرف إزاي، لحد ما اضطر في البداية يسرق أدوية بسيطة من الصيدلية اللي كان بيشتغل فيها ويبيعها بره. يعني مرة خد حبوب أسبرين ومرة تانية إزازة مطهر، وكان بيقول لنفسه إن دي مش سرقة كبيرة، بس مع الوقت والحاجة للفلوس وضغط زينب عليه بدأ يسرق أدوية أغلى وأغلى. وكان أحمد في الأول بيحس بذنب وتأنيب ضمير، وكان بيسهر الليل كله يفكر في إنه غلطان ولازم يبطل، بس في نفس الوقت كان خايف من إنه يخسر زينب لو ما جمعش الفلوس في الوقت المحدد اللي عم محمود محددهوله. ولما صاحب الصيدلية اكتشف اللي بيحصل والنقص المستمر في كمية الأدوية سأل أحمد عنهم، لكنه قال له إنه ما يعرفش حاجة وإنه واقف في الصيدلية طول اليوم ومفيش أي حد غريب بيدخل. لحد ما في مرة شافه صاحب الصيدلية بعينيه وهو بيسرق، فطرد أحمد على طول ومن غير حتى ما يفكر يتناقش معاه ويعرف السبب. ومش بس كده، ده كمان قال الخبر لكل الصيادلة اللي يعرفهم عشان ما حدش يشغل أحمد عنده تاني. أحمد كان عايش طول عمره مع والدته لأن والده توفى من هو صغير، لكن والدته ما قصرتش، تعبت نفسها واشتغلت ليل نهار عشان ما تأثرش مع ابنها لا في تربيته ولا في تعليمه عشان يطلع راجل محترم. بس ما كانتش تعرف ان ابنها بقى بيسرق من الأجزخانة اللي اتوسطت له عشان يشتغل فيها. ولما أحمد اتطرد من الشغل قال لها انه مش مستريح مع صاحب الشغل، وفضلت والدته تسأله كل يوم عن الشغل الجديد وهو يقول لها انه قريب هيلاقي حاجة، لكنه كان عارف ان مفيش حد هيوظفه تاني بعد ما سمعته باظت في الحي كله. والخبر اتنشر في ساعتها لحد ما زينب عرفت الحقيقة، وطبعا اتصدمت، ورغم ان قلبها لسه بيحب احمد لكنها بدأت تبعد عنه شوية شوية. وابوها استغل الفرصة ولقالها عريس تاني، واللي كان راجل كبير في السن بس معاه فلوس ومكانة اجتماعية. وفي الفترة دي أحمد قعد في البيت شهور طويلة من غير شغل، على الرغم من إنه كل يوم يطلع يدور على شغل لكنه كان بيرجع بإيده فاضية. والناس في الحي بقوا يبصوله بنظرة استحقار بعد ما كانوا بيتفخروا بيه، وحتى أصحابه القدام بطلوا يكلموه أو يقعدوا معاه. وفي الفترة دي أحمد بدأ يتغير نفسيا وتحول من الراجل اللي كان بيحس بالذنب لما يسرق حبة أسبرين لأنه بقى يفكر في طرق أكتر جرأة عشان يجيب الفلوس، وبدأ يحقد على المجتمع كله ويحس إن الناس ظلموه وما ادوش فرصة تانية. ولما والدته كانت بتحاول إنها تهديه وتقوله إن ربنا كريم وهيعوضه كان يزعق فيها ويقول لها إنها مش فاهمة حاجة، وإن الدنيا مش بالدين والأخلاق لكنها بالفلوس والقوة، وإنه لما راح يتقدم لأبو زينب أول حاجة سأله عليها كانت الفلوس، ما اهتمش لا بأخلاقه ولا بشهادته، وراح جري خطبها لواحد أكبر منها في السن وما بيعرفش حتى يفك الخط. ونزل بعدها الشارع وساب والدته عشان ما يزعلش والدته منه أكتر من كده، وفضل يتمشى لوحده لحد ما لقى مجموعة ستات ماشيين سوا بيتكلموا عن مشاكلهم.
واحدة بتشكي من جوزها اللي بيضربها، والتانية بتشتكي من حماتها اللي معيشاها في عذاب، وتالتة بتقول إنها بتاخد حبوب عشان تنام وتنسى همومها. ده غير الصداع اللي ما بيروحش من عندهم وتعب الجسم بسبب شغل البيت. ففكر أحمد وقتها إن الستات دول لو لقوا دواء يسكنهم ويضيع لهم سواء الصداع أو وجع الجسم أكيد هيدفعوا فيه فلوس كتير، ومعرفته بالأدوية والكيمياء ممكن تساعده إنه يعمل لهم مادة معينة تعمل نفس التأثير ويبيع لهم على إنها أعشاب، لأن الناس ما كانتش بتقتنع في الوقت ده بالأدوية زي ما كانوا بيقتنعوا بمفعول الأعشاب الطبيعية. وبدأ أحمد يعمل خليط من أعشاب مهدئة مع مواد كيميائية كان سارقها من الصيدلية، مواد لو الواحد ياخد منها كمية قليلة هتخليه ينام بشكل طبيعي وتسكن له أي ألم في جسمه، يعني مفعولها تقريبا نفس مفعول المخدر بالظبط. لأن برضه لو قرر حد ياخد منها كمية كبيرة ممكن تضره وتلعب في ضربات القلب والجهاز التنفسي. وبعد ما توصل أحمد لتركيبة معينة جربها على فار، وأول ما اداله منها كمية بسيطة لقى إن الفار نام في ثواني وفضل نايم لأكتر من 12 ساعة مستمرين. وأول لما صحي فضل يتنطط ويلعب بنشاط. فقرر أحمد بعدها يبدأ ينفذ خطته في أواخر سنة 1934، واشترى جلابية بيضة وطاقية وبدأ يلف في الحواري الفقيرة بعيد عن منطقته، وكان بيدعي إنه طالب في الأزهر وبيساعد الناس بأعشاب هو عاملها بنفسه وسعرها بسيط جدا، ومعاه أعشاب متخصصة وبتعالج كل الأمراض. ده غير إن فيها التجميلية واللي هتحول أي واحدة وحشة لبنت جميلة الكل بيتمناها. وفي البداية أحمد كان بيستهدف بيوت فيها ستات كتير عشان عارف إنه هيقدر يقنعهم بالأعشاب التجميلية. ده غير كمان إنه كان بيقعد مع الستات الكبار في السن ويسمع شكواهم وبعدين يقول لهم إن عنده أعشاب تهدي الأعصاب وتساعد على النوم. ولو مثلا عندهم مشكلة في القلب كان بيفرح أكتر ويقول لهم إن عنده مادة مخصوصة لكل مشكلة فيهم، ويفضل يبيع في أكتر من كيس من اللي معاه على حسب المرض أو الحاجة اللي بيشتكوا منها. لكنه كان بيطلب منهم إنهم يخلوا بالهم وما ياخدوش أكتر من كيس في اليوم. وفي أول مرة ليه فضل ماشي في الشارع وبينادي على الناس ويقول لهم إن معاه أعشاب لكل الأمراض، وكان الستات بيوقفوه وياخدوا منه كمية كبيرة من الأعشاب التجميلية ويمشوا بعدها ويسيبوه. والرجالة اللي شغلهم صعب وبيحتاج المجهود كانوا بياخدوا منه أي أدوية مسكنة. وفضل أحمد على الحال ده فترة ينزل في المناطق البعيدة عن منطقته ويبيع الأعشاب اللي في إيده ويرجع على البيت. وبعدها بفترة بقى الناس يسألوا عليه وعلى الميعاد اللي بيجي فيه للمنطقة عشان يشتروا منه الأعشاب اللي كانت بتخففهم وتساعدهم على النوم وبتخلي بشرتهم منورة طول الوقت. لحد ما في يوم حصل اللي كان مستنيه، ونادت عليه واحدة كبيرة في السن وطلبت منه يطلع لها، لكنه لما طلع اتفاجئ ان عيالها الرجالة كلهم في البيت، وعرف ساعتها انه مش هيعرف يستغلها ويبيع لها كل اللي معاه. ففضل قاعد يسمعها لحد ما عرف كل المشاكل اللي عندها، وعرف منها ان الستات في الحارة كلهم بيتكلموا عنه وعن ان الاعشاب بتاعته بتشفي وبترجع العجوزة صبية، وعشان كده هي نادته عشان تجرب، ولو طلعت كويسة هتشتري منه تاني وهتقول لكل الناس اللي تعرفهم عليه. فادى احمد الاعشاب اللي اتبقت معاه ورجع على البيت وهو حاسس انه ما بيعملش حاجة جديدة، وانه شغله في الصيدلية كان بيجيب له فلوس اكتر من دي بكتير. لحد ما في يوم نادت واحدة ست تانية عليه وطلبت منه يطلع لها، وبعد ما طلع لقى احمد ان مفيش عندها حد في البيت، وسألته الست عن موضوع الاعشاب اللي معاه، فقال لها احمد ان كلها من صنع ايده، وفيها اللي بتشفي من الامراض وفيها اللي بتجمل وفيها اللي بتساعد على هدوء الاعصاب. فقالت له الست ان اسمها نفيسة وانها مرات الجزار اللي على اول الحارة، لكنها حاسة ان الراجل عينه على واحدة تانية بعد ما قعدت معاه العمر ده كله وكل عيل من عيالهم متجوز وعنده كذا عيل، فكانت عايزة تاخد منه كل الاعشاب بتاعت التجميل. فطمنها احمد وقال لها انه معاه تركيبة ترجعها الشباب من تاني، وانها لو عايزة فهو ممكن يعملها لها بنفسه عشان تضمن احسن نتيجة. فوافقت الست نفيسة وقام احمد عملها الاعشاب، لكن الشيطان لعب في دماغه خصوصا لان نفيسة كانت لابسة دهب كتير وبيتها باين عليه انه فخم واكيد معاه فلوس كتير بما ان جوزها جزار. فقرر احمد يعملها الاعشاب اللي بتساعد على النوم، وكان خوف احمد مسيطر عليه فقرر يحط لها كيس من الاعشاب عشان يضمن انها تفضل نايمة وما تصحاش وتبلغ عنه. ونسي ان الاعشاب دي كترها بيموت، وطبعا بعد ما الست نفيسة شربتها نامت فورا. فاستغل احمد الفرصة ودخل البيت وسرق كل الذهب اللي لقاه. ده غير كمان انه لقى كمية كبيرة من الفلوس وسط الهدوم اللي كانت في الدولاب، ولما كان احمد في طريقه للخروج افتكر ان الكيسين كان كتير عليها وانها كده ممكن تموت.
وفي اللحظة دي أحمد كان قدامه اختيارين، يا إما يسعفها ويروح يجيب لها مساعدة عشان يلحقها قبل ما تطلع في الروح، يا إما يسيبها تموت. وللأسف الطمع غلب عليه، وقرر أحمد إنه يسيبها ويمشي، ورجع بعدها على البيت وهو خايف ومتوتر ومرعوب لا تكون الست نفيسة ماتت فعلا، وحد يكون شافه وهو طالع لها أو هو نازل من عندها. وفضل قاعد في البيت ورافض إنه ينزل منه لفترة طويلة. وبعد شهر قرر أحمد ينزل ويشوف الأخبار، لكن بشخصيته الطبيعية مش وهو متنكر في لبس طالب أزهر. ووصل بعدها على المنطقة بتاعت الست نفيسة، وسأل الناس في الشارع لو كانوا شافوا الشاب اللي بيبيع الأعشاب ده، لأنه كان عايز يشتري منه وبيدور عليه بقاله فترة ومش لاقيه. فالناس كلهم قالوا له إن هم كمان بيدوروا عليه عشان الأعشاب اللي كانت معاه دي كانت بتساعدهم وبتعالجهم بسرعة ومش عارفين يعيشوا من غيرها، وإنه لو عرف له طريق يا ريت يبلغهم. فاتبسط أحمد وقتها جدا إن محدش اكتشف إن هو اللي سرق الست نفيسة، وافتكر إنها ما ماتتش ولا حاجة زي ما هو كان فاكر. لكنه هو في طريقه لبيته بص على محل الجزار ولقى إن مكتوب عليه إن المحل للبيع، وما كانش فاهم السبب. فسأل واحد كان فاتح محل جنب الجزار عن السبب اللي هيخليه يبيع المحل، لأنه كان متعود يشتري من عنده دايما. فسأله الراجل لو ما يعرفش إن مرات الجزار ماتت، وهو مات بعدها بكام يوم من كتر زعله عليها. فاتصدم أحمد وسأل الراجل وهي مرات الجزار ماتت إزاي؟ فقال له الراجل إن الست دي كانت كبيرة في السن وعندها كذا مشكلة في الصحة، ولما طلع الجزار البيت يوم ما ماتت اتفاجئ إنها ماتت وهي نايمة على الكنبة، وبعد ما دفنها بكام يوم مات هو التاني وراها على طول. وفهم أحمد وقتها إن محدش اكتشف السرقة بسبب إنهم ماتوا أصلا، وحس بتأنيب ضمير بسبب إن هو السبب في موتهم هما الاتنين. لكنه في نفس الوقت اتبسط لأنه هيقدر يبيع الذهب دلوقتي براحته. ورجع أحمد على البيت ولبس لبس طالب الأزهر وخد أعشاب ونزل يبيعها كالعادة ولا كأن في حاجة حصلت. وبعد الحادثة اللي حصلت مع الست نفيسة، أحمد فضل يكمل في شغله بشكل طبيعي، لكنه كان بيبيع الأعشاب في مناطق مختلفة وبعيدة عن منطقة الست نفيسة، وكان كل يوم يروح يبيع في حتة شكل عشان محدش يعرفه كويس أو يحفظ شكله، وكان واثق إن محدش هيكتشفه، خصوصا إن الناس كلها كانت بتجري على الأعشاب بتاعته وبتسأل عليه في كل حتة. لكن اللي أحمد ما كانش يعرفه إن الأعشاب اللي كان بيبيعها كانت بتأثر على الناس أكتر من اللي هو كان فاكره، وإن في ناس كتير بدأت تاخد منها كمية كبيرة عشان تحس بالراحة أكتر، وما كانوش بيسمعوا كلامه لما كان بيقول لهم إنهم ما ينفعش ياخدوا أكتر من كيس في اليوم، وده كان بيخليهم يقعوا في مشاكل صحية خطيرة، وكانت وظائف جسمهم بتتدمر واحدة ورا التانية. وفي خلال شهرين بدأ يظهر حالات وفاة غريبة في المناطق اللي أحمد كان بينزل يبيع الأعشاب فيها، ومن ضمنهم كانوا ناس صغيرين في السن والمفروض يكونوا صحتهم كويسة، لكنهم كانوا بيموتوا فجأة وهو نايمين أو بيفقد الوعي ومش بيصحوا تاني. وخصوصا البنات الصغيرين اللي كانوا بياخدوا الأعشاب التجميلية أو اللي كانوا أهلهم بيشتروها لهم ويجبروهم على شربهم عشان يبانوا أحلى زي بقية بنات المنطقة. وفي البداية الناس فكروا إن دي مجرد صدفة أو إن في وباء منتشر، لكن الأطباء لاحظوا إن كل الحالات دي كانت بتيجي من مناطق مختلفة، وما كانش في حاجة مشتركة بينهم غير إن كلهم كانوا بياخدوا أعشاب من طالب أزهر. وأول ما الموضوع ده وصل للشرطة بدأوا يسألوا الناس في المناطق المختلفة عن الطالب ده، واللي كانوا بيقولوا لهم إن ده شاب بيلبس جلابية بيضة وطاقية وبيدعي إنه طالب في الأزهر وبيبيع أعشاب لكل الأمراض، وأكتر حاجة كان بيبيعها الأعشاب التجميلية، واللي الستات أول ما كانوا بيشوفوه معدي من الحارة كانوا بيجروا عليه وبيتخانقوا عليها. فبدأت الشرطة تدور عليه في كل المناطق وتسأل الناس عن أوصافه وإمتى شافوه آخر مرة، لكن أحمد كان بيغير منطقته كل يوم فكان صعب يمسكوه. لحد ما أحمد كان قاعد في القهوة في يوم وسمع الناس وهم بيتكلموا عن موضوع طالب الأزهر اللي أعشابه بتجيب نتيجة، وكان مبسوط من نفسه جدا. لكن واحد من ضمن اللي كانوا قاعدين قال إن الشرطة اكتشفت إن في كذا حالة وفاة حصلت بسبب أعشاب طالب الطب اللي هم بيتكلموا عنه ده، وإنهم دلوقتي بيدوروا عليه عشان يحبسوه. وأول ما سمع أحمد الكلام ده اتخض وابتدى يحس إن الوضع بقى خطر، وإن الناس بقت تتكلم عن الطالب الأزهري في كل حتة، والكل بيدور عليه عشان يسلموا للشرطة وينتقموا منه بسبب الضحايا اللي كان السبب في موتهم. وخاف أحمد وقتها أكتر، وخصوصا لو اكتشف إن هو اللي كان السبب في وفاة الست نفيسة، فقرر يبطل الشغلانة دي خالص ويبيع الذهب اللي سرقه من نفيسة عشان يجمع الفلوس اللي كان محتاجها لجواز زينب قبل ما حد يكتشفه ويقول لأبوها إنه كان بيشتغل في أي صيدلية بعيدة عن المنطقة وخلاص.
وراح أحمد لصايغ في منطقة بعيدة عن المسكي اسمه عم سليم، وكان عايز يبيع كل الذهب اللي معاه بسرعة. ولما دخل المحل كان عصبي ومتوتر وعايز يخلص بسرعة، فما كانش عم سليم مرتاح له. ولما شاف الذهب لاحظ إن أحمد شاب صغير ومعاه كمية ذهب كبيرة ومتنوعة فيها حلقان وخواتم وسلاسل وكلها شغل حلو وقديم. فسأله عن المكان اللي جاب منه الذهب، فأحمد ما عرفش يجاوب كويس وقال له إن ده ذهب أهله وإنه محتاج يبيعه عشان مصاريف جوازه مش أكتر. لكن عم سليم شك في الكلام ده كله، لأن أحمد كان مرتبك ومش عارف يفسر ليه معاه الكمية الكبيرة دي على الرغم من إن شكله ما يبانش عليه. ده غير إنه كان مستعجل جدا ومش عايز يستنى حتى عشان عم سليم يقدر الدهب كويس. فطلب منه عم سليم يسيب الدهب عنده ويجي بكرة يقوله التقدير والفلوس، واضطر أحمد يوافق لأن ما كانش عنده حل تاني. وخد وصل من عم سليم عشان يضمن حقه، ومشي بعدها وسابه وهو مش عارف إن عم سليم قرر يبلغ الشرطة. وبعد ما أحمد مشي راح عم سليم للقسم وبلغ الضابط إن في شاب مشكوك فيه جه يبيع دهب كتير، واضح إنه مسروق وإن الشاب ده هيرجع بكرة عشان ياخد حقه. فالضابط خد منه مواصفات الشاب وبعدها عرف منه مواصفات الدهب، واللي بعد ما عملوا تحرياتهم عنه اكتشفوا إن مواصفات الشاب قريبة جدا من مواصفات طالب الأزهر اللي تسبب في موت أكتر من 21 ضحية بسبب الأعشاب اللي بيبيعها لهم من غير تصريح. ده غير كمان إن الدهب اللي هو جايبه عشان يبيعه ولاد الجزار بلغوا عن سرقته من شقة أبوهم بعد ما أبوهم وأمهم ماتوا، وما كانوش فاكرين أبدا إن ممكن يكون موضوع موت الست نفيسة ده جريمة قتل ناتجة عن جريمة سرقة. وكانوا فاكرين إن الناس استغلوا صدمة الجزار وعياله لما مراته ماتت ودخلوا سرقوهم وسط العزا. لكن بعد اللي حصل ربطوا الموضوع بموضوع طالب الأزهر اللي كان أحمد بيتخفى فيه، وفهموا إنه ممكن يكون قتل الست نفيسة قاصد عشان يقدر يسرقها، خصوصا لأنها كانت بتفضل قاعدة لوحدها طول اليوم لحد ما جوزها يرجع من المحل. واتفقوا بعدها انهم هيعملوا كمين في محل الصاغة ويستنوا الشاب لما يرجع عشان ياخد من عم سليم حق الدهب ويقبضوا عليه بعدها فورا. وتاني يوم احمد رجع للمحل وهو مبسوط ومتخيل انه هيشتري هدايا لزينب ويروح يتقدم لها مرة تانية وهيقدر يخلي ابوها يقتنع ويبعد عن موضوع الراجل الكبير في السن اللي عايز يجوزها له بالعافية ده. ولما دخل احمد للمحل لقى عم سليم قاعد في مكانه بشكل طبيعي جدا، فسأله عن الفلوس، فعم سليم رد عليه وقال له ان الفلوس جاهزه بس محتاج يشوف الدهب مره كمان. واول ما عم سليم مد ايده عشان يجيب الدهب دخل ضباط شرطه للمحل فورا وقالوا لاحمد انه مقبوض عليه. احمد اتصدم وحاول يجري ويهرب، لكن الضباط مسكوه وقالوا له انه متهم بسرقه الدهب وبقتل ضحايا كتير بموضوع الاعشاب اللي هو بيعملها. وخدوه بعدها على مركز الشرطه، وتحت الضغط والخوف احمد انهار واعترف بكل حاجه عملها، وإن هو اللي سرق الست نفيسة وإن هو اللي عمل لها الأعشاب اللي موتتها بإيده، لكنه ما كانش يقصد وإنه كان عايزها بس تنام لحد ما يخلص سرقة مش أكتر، وإن هو الطالب الأزهري اللي كان بيبيع الأعشاب وإنه ما كانش قاصد يضر حد، وإن كل اللي هو كان عايزه فلوس جوازه من زينب ال70 جنيه اللي أبوها طلبهم منه. واتحكم على أحمد بالإعدام بعد اعترافه بقتل الست نفيسة وسرقتها. ده غير كمان إنه اعترف إنه كان عارف إن كتر الأعشاب دي يموت وما فرقش معاه وكان بيبيع للناس عشان بس يجمع المبلغ المطلوب منه. وخلاص كده أحمد اللي بدأ حياته صيدلي محترم وحلم إنه يتجوز حبيبته ويعيش حياة سعيدة اتعدم، وحسر قلب أمه اللي تعبت فيه وجاب لها العار بسبب طمعه وخوفه إنه يخسر زينب اللي في الآخر خسرها واتجوزت من راجل أكبر منها ب20 سنة